يا أهلا بيكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ الملخص هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. الفيلم بيبدأ مع مصممة الحفلات ليندي وجوزها جريف، وليندي بتعيط علشان الدكتورة اللي راحولها قالت لها مش هتخلف، ودي تاني دكتورة تقول نفس الرأي. جريف بيحاول يطمنها وإن هما ممكن يروحوا لدكتورة تانية، بس هي مش مقتنعة إن في أمل، علشان كده بتقترح عليه إن هما يتبنوا، لكن جريف مش حابب فكرة التبني. فليندي بقى ليها رأي تاني إن هما ممكن يأجروا أم بديلة، بس جريف مش موافق وشايف إن هو هيجيب واحدة ما يعرفهاش علشان يدفع لها فلوس وتعمل اللي ليندي المفروض تعمله. وطبعا الكلام ده بيجرح ليندي، وجريف بيضايقها أكتر وبيقول لها إنه مش عارف هيقدر يكمل ولا لأ مع واحدة مش قادرة تخلف. ليندي بتتخانق معاه وبتقوله إنها من أول ما عرفته وهي فهمت إنه حقير وشخص سطحي، بس هي بقى كان عندها أمل تغيره. وجريف بقى بيستفزها وبيقول لها إنه هيشكر مامته علشان اتفقت معاها قبل الجواز إنها لو ما خلفتش هيتطلقوا. ليندي بتتعصب فبتزقه من على السلم وبيقع ميت. بعدها بتظهر بنت اسمها كيري وعندها اختبارات في المدرسة، ولما بترجع بيتها بتعرف مامتها إنها نجحت في الاختبار وهتنضم للفريق اللي هي عايزاه. ومامتها بقى اسمها كايلا وصاحبة معرض فني، والمساعدة بتاعتها اسمها شون، وقاعدة معاهم وبتقترح عليهم يحتفلوا. بالليل كيري بتحكي لباباها جيسون إنها نجحت، وجيسون بقى عايز يجيب لها عربية هدية، لكن مامتها بتمانع علشان شايفة إن بنتهم مش بتعرف تسوق. بس كيري بتفكرها إن هي خلاص هتكمل ال16 سنة وهتتعلم السواقة، وبتطلب إن هما يعملوا لها حفلة عيد ميلاد كبيرة، وباباها ومامتها بيوافقوا، بس بتقول إن هما محتاجين مصمم حفلات. وتاني يوم كيري بتروح النادي وبتنضم للفريق، وبتكون معاها صاحبتها سافانا ومدربة الفريق مارلو. وكايلا وكيري بيقعدوا مع مصممين الحفلات علشان يختاروا واحدة تصمم لهم الحفلة، وليندي بقى بتكون من ضمن المصممين. ولما بيقعدوا معاها بيحبوها، والسي في بتاعها بيكون كويس جدا، واشتغلت مع ناس كتير في حفلات سياسية. كايلا بقى شايفة ان ليندي اكبر من انها تعمل عيد ميلاد، وليندي بتكون خايفة ان هما ما يوافقوش عليها، وبتعرفهم ان هي بتعمل كمان اعياد ميلاد لاطفال زي ما بتعمل حفلات كبيرة ومهمة. والحفلات السياسية اللي كانت بتصممها لانه جوزها كان عضو في الكونجرس، ولما بتتكلم عن جوزها بتدمع. وكيري بقى بتوافق عليها وبتكون عايزاها في الحفلة، وكيري بتقول لها إن هي عايزة في الحفلة يلموا تبرعات للطلاب اللي معاها في الصف. ليندي بتعجبها الفكرة وبتوعد كيري لو هي اللي صممت لها الحفلة هتخلي كل اللي يحضروا ينبهروا بيها لحد السنة اللي جاية. وطبعا كيري وكايلا مش بيردوا عليها في نفس الوقت، وبعد ما ليندي بتخرج بتفتكر إنها كان لازم تسيب الكارت بتاعها، ولما بتدخل تاني بتلاقي شون بتقنع كايلا وكيري بمصممة تانية وبتقول عليها إن هي أحسن من ليندي. كيري بتكون شايفة إن ليندي أحسن لأن دماغها فيها نفس الأفكار اللي هي نفسها تعملها. الكلام ده بقى بيفرح ليندي، لكن كايلا بتكون حابة مصممة اسمها دولسي لأني شايفة إن ليندي مش شبه ذوقها. كيري بتوافق على رأي مامتها، وطبعا ليندي سمع كل ده وبتكون قدام باب المكتب، فبتاخد السي في بتاع دولسي وبتسيب مكانه الكارت بتاعها، ومن السي في بتعرف عنوان دولسي وبتروح لها وبتعرفها إن هما اتقابلوا النهاردة في مقابلة عيد ميلاد كيري. وبتعمل إن هي بالصدفة شافت العنوان بتاعها وعرفت إن هما ساكنين في نفس الشارع، وبتحكي لها إن هي عايشة لوحدها بعد ما جوزها مات، وهي دلوقتي محتاجة لأي شغل علشان يدخل لها فلوس لأن لحد دلوقتي مخدتش فلوس التأمين، ودلوقتي بقى مقدمهاش غير عيد ميلاد كيري تشتغله. فدولسي بتقول لها إن هي كمان محتاجة فلوس، وهي بقى تقدر تبيع الشنطة اللي معاها لو هي فعلا محتاجة فلوس. فليندي بتقول لها إن الشنطة دي آخر حاجة جوزها جايبها لها وما تقدرش تبيعها، ودولسي بتعرفها إن هي برضو مش هتقدر ترفض الشغل، وبتسألها بقى هي ليه قلقانة كده وأصحاب الحفلة أصلا لسه ما خدوش قرار. فليندي بتتفق معاها إن هي مستعدة تديها النص اللي هتكسبه كله مقابل إن هي تسيبها تصمم الحفلة لأنها محتاجة الشغل ده جدا. دولسي بقى لما بتحس إن ليندي مش طبيعية بتقفل الباب في وشها، وليندي بتخبط عليها تاني وبتقول لها مستعدة تديها أي حاجة بس تسيب لها الحفلة دي. فدولسي بتهددها لو خبطت تاني عليها هتطلب لها الشرطة، ولما بتقفل الباب بعدها بيخبط تاني، فدولسي بتاخد سكينة بس لما بتفتح مش بتلاقي حد، وليندي بتدخل من باب جانبي ودولسي بتلاقيه مفتوح فبتخاف وبتقفله. في الوقت ده ليندي بتكون هي جوه وبتتهم دولسي إن ما عندهاش إحساس لأنها بتترجاها تسيب الحفلة وبرضه مش موافقة. دولسي طبعا بتكون خايفة منها وبتجهز التليفون علشان تتصل بالطوارئ، وليندي بتفهمها إن هي عايزة بس تتكلم معاها، لكن دولسي من خوفها بتطردها وبتكلم الشرطة.
ليندي بقى بتكون خرجت وبتجيب تمثال من قدام الباب وبتدخل البيت تاني وبتضرب دولسي على دماغها بتقتلها. تاني يوم بقى بيجي لكايلا رسالة من تليفون دولسي بيتقال فيها إن دولسي مش فاضية ومش هتقدر تقبل بالحفلة، ولما كايلا بتحاول تكلمها طبعا ما بيكونش فيه رد. جيسون بقى شايف إن دولسي ممكن يكون جالها شغل أحسن، فكيري من رأيها إن هم خلاص يكلموا ليندي. وفعلا تاني يوم ليندي بتروح لهم وهي وكيري بيفرحوا جدا إن هم شافوا بعض وبيفضلوا يتكلموا كتير. وكيري بتحكي لها عن مدرستها وليندي بتحكي لها عن طفولتها وبتطلب من كيري تحضر معاها تدريب ليها مع فرقتها علشان تشوف الجيل الجديد، وبعدها بتديها صور لأفكار للحفلة تختار منهم. وكيري بتنبهر بالصور، ولما بتوصف لها الديكور هيكون عامل ازاي بتنبهر أكتر وشايفة إن الحفلة هتطلع أحلى من تخيلاتها. كايلا بقى بتعرف ليندي إن هم عايزين الحفلة في البيت. ليندي بتقترح عليهم يأجروا مكان أكبر. كايلا بتفهمها إن الفلوس اللي حطها للحفلة $1000 وأكيد دول مش هيكفوا، بس ليندي بتوعدهم إنها تعمل حفلة كويسة جدا ومش هتعدي $1000. وكايلا بتوافق وطبعا كيري بتكون فرحانة. بعدها كايلا بتقول لجوزها إن هم خلاص اتفقوا مع ليندي، بس هي متأكدة إنها تصرف أكتر من الميزانية اللي عاملين حسابهم عليها. تاني يوم كيري بتلاقي ليندي رايحة لها النادي وبتكون جاية تتفرج عليها وبتتعرف كمان على صاحبتها سافانا. بعدها المدربة مارلو بتزعق لكيري لأنها مش بتتدرب صح. ليندي بتسمعها وبتتضايق جدا على كيري. وبعد التدريب ليندي بتلاحظ إن كيري بتبص لشاب زميلها، فبتسأل مين الشاب ده. سافانا بتعرفها إن ده تشارلي وكيري معجبة بيه. فليندي بقى لما بتعرف إن كيري ما عزمتهوش على الحفلة بتشجعها تروح تتكلم معاه وتعزمه على الحفلة. وفعلا كيري بتسمع كلامها وبتروح تعزمه وكمان بتديله رقمها. وفي نفس اليوم بالليل بتفضل تكلمه على التليفون. وكايلا بتلاحظ إن هي متغيرة ومشغولة قوي بالتليفون وبتفضل تسألها لو مخبية عنها حاجة، وبيتفقوا إن هم هيقابلوا ليندي بكرة علشان يجهزوا الدعوات. وتاني يوم في المدرسة كيري بتلاقي تشارلي واقف مع بنتين من المدرسة وطبعا بتتضايق. وفي الوقت ده ليندي بتكون في المدرسة وبتلاحظ غيرة كيري، فبتتحرك بعربيتها ناحية البنتين وكأنها هتخبطهم، وبعدها بتنزل تقول لهم إنها كانت هتخبطهم بالغلط. وكيري وسافانا بيتدخلوا وبيقولوا ليندي إن دول ماي وميتي زمايلهم. وكيري بتعرفهم على ليندي وإنها تبقى مصممة حفلتها. وليندي بتسألها هو ده تشارلي اللي معجب بيها؟ كيري بتتفاجئ بكلام ليندي، وبعدها ليندي بتاخدها علشان يروحوا البيت سوا. وقبل ما بيمشوا بتحرج ميتي وبتقول لها إن الميك اب بتاعها وحش. بعدها ليندي بتاخد كيري لبيتها، وليندي بتكون خدت الكلب بتاع دولسي. ولما ليندي بتلاقي رسايل من مامة كيري بتقفل التليفون وبتقول لكيري إن هو فصل وهتحطه لها يشحن. وبعدها بتدوقها الحلويات اللي عايزاها تكون في الحفلة، وبعدها بتخليها ترقص معاها. وليندي بقى عايزة كيري تحبها وتتعلق بيها، وكمان بتخليها تشرب رغم إن مامتها منعاها من الشرب. بعدها بيتكلموا سوا وليندي بتسألها ليه المدربة بتاعتها مش بتحبها. فكيري معتقدة بقى إن ده ممكن بسبب إن ماضيها مع مامتها ما كانش حلو. فليندي بتقول لها معنى كده إنها بتدفع تمن غلطات مامتها. بعد ما بيكتبوا الدعوات كيري بتروح ومامتها بتزعق لها علشان كانت بتبعت لها ومش بترد عليها. وكيري بتعرفها إن هي كانت عند ليندي في البيت وتليفونها فصل شحن، وبتحكي لها إن هي كانت عندها علشان تختار حلويات الحفلة. وكايلا بقى بتلاحظ من ريحة بنتها إنها شربت كحول، لكن كيري بتكذب وبتقول لها إن هي ما شربتش غير كاس واحد. فمامتها بتتخانق معاها. بعدها كايلا بتقول لجيسون إنها حاسة إن كيري متغيرة وبتفكر تقول لها الحقيقة. جيسون بيرفض إن كيري تعرف حاجة دلوقتي وبيقول لها لازم تخلص امتحانات الأول لأنها أكيد هتتضايق، وكايلا بتوافق على رأيه. تاني يوم كيري بتقول للمدربة إن مصممة الحفلة بتاعتها اقترحت إن فريقهم يرقص في الحفلة وهي جاية بقى تاخد رأيها، لكن المدربة بترفض وبتقول لها إن فريقهم مش بيرقص في حفلات، ده غير إن هي محتاجة وقت كبير تتدرب علشان تقدر ترقص قدام ناس كتير. وكيري بتبعت لليندي بتعرفها إن المدربة رفضت. ليندي بقى بيبان عليها إن هي اتضايقت، وبعدها بتراقب مارلو وبتشوفها رايحة البيت مع مدرب كرة السلة. وبعد ما بتصورهم بتدخل مارلو بقى بتكون عارفاها لأنها شافتها مع كيري، وليندي بتهددها لو ما خلتش الفريق يرقص في حفلة كيري هتفضحها. ومارلو بتفكر إن كايلا هي اللي خلت ليندي تعمل كده، بس ليندي بتقول لها إن كايلا ما تعرفش حاجة، وبتكمل تهديدها ليها بإنها تعرف مرات المدرب وممكن توريها الصور. تاني يوم ليندي بتقابل كيري وبتعرف منها إن مارلو قالت للفريق إن هم هيرقصوا في الحفلة. وليندي بقى بتجيب لها فساتين علشان تختار فستان الحفلة، وبتقترح عليها تجيب الفريق
فريق علشان يتدربوا مع بعض قبل الحفلة، وكيري بتفرح جدا باهتمامها وبتقول عنها إن هي هتكون أم عظيمة. طبعا الكلام بيفكر ليندي بإنها مش بتخلف وبتزعل، وبتقول لكيري إن هي ما قدرتش تخلف، وكيري بتواسيها وبتقول لها إن في طرق كتيرة وتقدر تبقى أم. وليندي بتقول لها إنها من ساعة ما شافتها وحست إنها بتتعامل مع بنتها، ولما بيبصوا في المراية بتقول لها إنها فعلا تنفع تبقى بنتها. في الوقت ده كايلا وشون بيرجعوا من الشغل، وكايلا بتكون زعلانة لما بتلاقيهم اختاروا الفستان من غيرها، ولما شون بتعوز تشوف الفستان ليندي مش بتوافق وبتسحبه من ايديها وبتمشي. تاني يوم بقى شون بتعرف كايلا ان الشرطة جات يسألوا عن دولسي وعرفت منهم انها اتقتلت، وجم يسألوا علشان لقوا اخر رقم على تليفونها هو رقم كايلا، وشون عرفتهم ان هم كانوا عايزين يوظفوها بس هي ما كانتش بترد. والشرطة بقى قالوا ان هي اتقتلت في عملية سرقة، وكايلا شايفة ان كيري ما ينفعش تعرف علشان نفسيتها. في الوقت ده ليندي بتاخد كيري وباقي فريقها وبتعمل لها مفاجأة في المكان اللي هيتعمل فيه الحفلة، وكلهم بينبهروا بجمال المكان. وعلى الناحية التانية بقى شون بتقول لكايلا تاخد أجازة يومين علشان تاخد بالها من بنتها لأنها محتاجة وجودها جنبها، لكن الحقيقة بقى إن ليندي هي اللي جنبها. فالكلام بيخلي كايلا توافق وبتمشي، وبتروح لهم بتلاقيهم بيتدربوا على الرقص. البنات بيتخضوا من وجودها علشان معاهم مشروبات كحولية وبيخبوها قبل ما كايلا تشوفها. وكايلا بتعرف ليندي وكيري إنها دلوقتي فاضية وشون هتكمل الشغل وهي بقى جاية تساعدهم. وطبعا ليندي بتتضايق بس بتبين عكس كده. وبالليل شون بتكون لوحدها في المعرض وبتسمع حد دخل، وفجأة الأنوار بتتقفل والشاكوش بيختفي. شون بتخاف وقبل ما بتخرج بتظهر ليندي وهي مخبية وشها والشاكوش معاها وبتضرب بيه شون. تاني يوم ليندي بتروح لبيت كيري وجيسون بيفتح لها وبيعرفها إن في حد هاجم شون امبارح، وطبعا بتعمل نفسها اتصدمت. جيسون بقى بيقول لها إن هي في المستشفى وعندها ارتجاج. ليندي بتدخل تواسي كيري وكايلا بتعرف من المستشفى إن شون فائت. ليندي بتسألهم عرفوا مين اللي عمل كده، وكايلا بتخمن إن في حد عايز يسرق لوحة غالية لسه معروضة. جيسون وكايلا بيمشوا وبيوصوا ليندي على بنتهم، وليندي بقى بتدي نصايح في الحياة لكيري وكأنها أم بتنصح بنتها، وبتحكي لها لما اختارت راجل غلط وقت ما كانت في الثانوية وللأسف دفعت تمن غلطتها. كيري بتشكرها على النصايح وبتناديها بماما. بعدها بيتفرجوا على صور العيلة علشان يختاروا صور لكيري، وليندي بتلاحظ ان مفيش صور لكيري وقت ما اتولدت وشايفة ان دي حاجة غريبة، وبتقول انها ممكن تبقى بنتهم بالتبني علشان هي كمان مش شبه جيسون ولا كايلا. ولما كايلا وجيسون بيرجعوا بيقولوا لكيري ان شون بقت احسن، وهي بقى بتسألهم ليه مفيش صور ليها وقت ما كانت مولودة، وبتسأل وهي بتدمع. جيسون وكايلا بيسكتوا شوية وكايلا بتعيط وبتقول لها ان هي كانت ناوية تقول لها الحقيقة. كيري بتفهم إن هي بنتهم بالتبني وبتتصدم وبتعيط علشان خبوا عليها، وبتقول لكايلا هي دايما كانت بتسأل نفسها هي ليه لون بشرتها وشعرها مختلفين عنها، وطبعا بتكون مصدومة في إن عيلتها ما طلعتش عيلتها وكانوا بيكذبوا عليها، وهي في الآخر طلعت من غير عيلة. وبتطلع على أوضتها وبعدها بتخرج من وراهم وبتروح لليندي وهم مفكرينها في أوضتها، وليندي بتقول لها إن هي معاها في أي وقت. وكيري بترجع البيت وبتكون مقاطعة أهلها. وفي المدرسة بقى بتعرف إن المدربة مارلو عارفة بموضوع التبني، ومارلو بتقول لها إن كايلا كانت لطيفة جدا وهي كانت بتضايقها عشان كانت بتغير منها وشايفة إن كايلا بتحبها كأنها أمها الحقيقية. وليندي بتيجي بتاخد كيري، وسافانا بتعرف مارلو إن ليندي هي السبب في إن كيري تعرف الحقيقة. وكيري بتروح مع ليندي وبتلاحظ إن سلسلة الكلب مكتوب عليها اسم لوي، وبتسأل ليندي مين اسمه لوي، فليندي بتعرفها إن ده لقبها قبل ما تتجوز. وكيري بتكون عايزة تروح علشان أهلها ما يقلقوش عليها، وليندي بقى بتستغربها إن هي بتراعي مشاعرهم وهم أصلا مراعوش مشاعرها، بس كيري برضه بتمشي. وتاني يوم مارلو بتروح لكايلا المعرض وبتحذرها من ليندي وبتحكي لها عن تهديداتها ليها، وكايلا طبعا بتتصدم في ليندي. ولما مارلو بتخرج بتكون ليندي شايفاها، وبالليل كايلا بتدور على النت على ليندي. تاني يوم بقى في النادي كيري بتقول لتشارلي وسافانا إنها بتفكر ترجع تكلم باباها ومامتها، وفجأة بيلاقوا ليندي جات لهم، وطبعا بما إنها كانت سامعاهم بتقول لكيري إن أهلها كانوا بيكذبوا عليها، دلوقتي إزاي بقى عايزة تسامحهم، وبتاخدها علشان تجرب الفستان. وبعدها لما بيكونوا عند بيتهم كيري بتقول لها إن هي لازم تصالح مامتها، فليندي بتتعصب علشان هي لسه بتقول على كايلا إنها مامتها. كايلا وجيسون بيفتحوا الباب وكانوا سامعين كلام ليندي، فكايلا بتقول لها ليه بتتدخل في عيلتهم وهي أصلا مخبية عنهم أسرار كتير، زي مثلا إنها هددت مارلو، بس ليندي بتنكر كل ده.
وجيسون بيقول لها إن هم خلاص مستغنيين عن شغلها. ليندي بتحاول تصلح صورتها قدام كيري، وكايلا بتدخل بنتهم وبيقفلوا الباب في وش ليندي بقى لما بتروح بتبعت رسايل لكيري علشان تعرفها إن هي فاهمة غلط، وإنها بتحب تقضي وقت معاها لإنها بتحس إنها بنتها. وليندي بتخرج من عندها مسدس. كيري بقى بتصالح كايلا وجيسون، وبيكون عيد ميلادها بكرة، وبيحتفلوا بيها لوحدهم قبل الحفلة، وبيتصوروا مع بعض صورة. وليندي بتكون واقفة قدام بيتهم وهي معيطة، وبعدها بتقتحم بيت مارلو وبتكتم نفسها. تاني يوم بتستنى كايلا في المعرض وبتخبطها على دماغها. وبالليل في الحفلة كيري وجيسون بيستغربوا إن كايلا ما جاتش، وبتيجي رسالة من تليفونها بتقول إن هي لسه في المعرض وهتروح تجهز وهتروح لهم. وليندي بتروح الحفلة، وكايلا لما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت ليندي ومتكتفة، بس بتقدر تفك نفسها. بتلاقي اللوحة اللي اتسرقت من المتحف، وبتلاقي مارلو متكتفة، فبيدوروا على التليفون علشان يتصلوا بالشرطة. وليندي بتصالح كيري وبتديها هدية بلورة كانت شاريها، وبتديها لها بقى علشان تديها لطفلها المستقبلي. لما كيري بتمشي بتشوفها من بعيد ماسكة تليفون كايلا، بعدها بتنشغل في الرقص. ولما بتلاقي ليندي خرجت بتطلع وراها، وليندي بتروح البيت وعايزة تقتل كايلا ومارلو، وهما الاتنين بيستخبوا منها. وكيري وتشارلي بيكونوا عايزين يروحوا ورا ليندي، وليندي بتشنق مارلو وبتقول لكايلا إنها قتلت جوزها وقتلت دولسي وهتقتلها هي كمان. في الوقت ده بيدخل تشارلي فبتضربه رصاصة في كتفه، المسدس بيقع منها، فكيري بتدخل وبتاخده. وليندي بتحاول تقنعها إن هي مامتها الحقيقية، وإنها سابتها لما كان عمرها 16 سنة لأن سنها وقتها كان صغير جدا إنها تبقى أم. وأخيرا لقيتها تاني وقدرت توصل لها، وإنها عرفت مكانها من وسايط في مكتب التسجيل، وإنها في الأول كانت بتقدر تخلف لكن جالها مرض منعها من الخلفة. وليندي وكايلا بيتخانقوا مين فيهم أحق بكيري، وكايلا بتخبطها على دماغها بتموتها. بعدها كايلا بتحتفل بافتتاح معرضها الجديد، وكيري بتعرض فيه أول لوحاتها. ولحد هنا بنوصل لنهاية الفيلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.